السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. يا مساء السعادة والهنا، يا مساء مليان حب وطاعة في الله. لو أول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان بإذن الله يوصلك مني كل جديد. إخواتي ما نحرمش منكم أبدا أبدا، إن شاء الله يا رب ما نحرم منكم. تسلموا لي ويسلموا وجودكم معايا. النهاردة بإذن الله فيديو كده حماسي وفيديو كله نشاط وطاقة إيجابية. فيديو بقى يوم الروتين ويوم الأكلة الحلوة ويوم بصوا عايزة أقول لكم يوم مليان مفاجآت. يوم النظافة والرغاوة ويوم الغسيل وراحة البال. طبعا الجو برد واحنا في التكتكة مش هنشتغل او مش هنشوف شغل بيتنا. طبعا لا، قومي كده انت وهي تحفزي وتنشطي معايا واعملي شغل بيتك بكل نشاط وحيوية، وان شاء الله تشوفي الفيديو وتبقي مستفادة منه باي حاجه باذن الله. النهارده هنعمل شويه محشي كده بسم الله ما شاء الله. في البرد ده طبعا بيبقى ايه حاجه كده زي العسل. احلى حاجه المحشي في السقعه وفي التكتكه دي، اما تعملي شويه محشي كده يدفوك ويدفوا ولادك. ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. ما نحرمش منكم ابدا يا غاليين، ان شاء الله ما نحرم منكم ابدا. تسلموا لي ويسلموا وجودكم معايا. ان شاء الله القناه تكبر بيكم وليكم باذن الله. النهارده باذن الله روتين كده سهل وبسيط. هنبدا مع بعض ان شاء الله كده، وهنبدا بالفطار على طول. الفطار بتاعنا النهارده عملته كده سهل وبسيط باذن الله. عملنا شويه فول كده حلوين وشويه طعميه كده زي العسل ما شاء الله. شويه فول كده بالطماطميه كده وقرن الشطه. عايزه اقول لك حاجه عسل كده. وعملت حته طعميه قليتها، وكنت عامله بطاطس كده هرسه شويه بطاطس، او غسلت بطاطستين اتنين كده قشرتهم وقطعتهم ومسكتهم سلقتهم وهرستهم بحته سمنه كده وشويه كمون وشويه ملح. بسم الله ما شاء الله. لو عندك بقى حبه شطه حمراء الله بقى على الجمال. وقلب بتنجانيه وحته جبنه وحته مخلل والخضار. وده كان فطارنا النهارده. فطار سهل وبسيط كده وفطار زي العسل ما شاء الله اللهم بارك. كنت جايبين العيش بقى سخن وصابح كده من الفرن، وقلنا بقى نفطر بألف هنا وشفا يا رب. للي كل يا رب. يلا بقى ندخل في الفيديو بتاعنا النهارده. هنعمل النهارده شويه محشي بقى ما اقولكوش. يسلموا بقكم والله ويستاهلوا بقكم. يسلموا يستاهلوا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. اول بس لسه كده لو ما دخلتيش معايا القناه ادخلي القناه واشتركي. انا اختكم منادر، ودي قناتي وبقدم فيها روتينات ومحتويات وطبخات وحلويات وكل حاجه حلوه باذن الله تعجبك. ادخلي بس كده ولفي لفه في القناه هتعجبك باذن الله، هتلاقي فيها كل حاجه. طبعا بقى جبت كرومبايه كده حلوه صغننه زي ما انت شايفاها، كانت حلوه محندقه كده على قدنا. وحطيت بقى ميه على البوتاجاز وشويه كمون وشويه ملح، وقمت سلقه الكرومبه زي ما انتم شايفين. انا بحب اسلق الكرومبه بقورها كده وبحطها بحالها في الحله سليمه، ما بحبش افصصها ورقه ورقه يعني. وكل واحد بقى وحسب راحته. انا كده بتطلع معايا الكرومبه سهله وبسيطه، وبطلعها كمان ورقه ورقه زي ما انتم شايفاها، لا بتتهري ولا اي حاجه. كنت بقى ضربت شويه بصل كده في الكبه، وقلت هنعمل بقى التسبيكه بتاعه المحشي. وكمان في قلب الكبه بنفس ورا البصل على طول قمت ضربت الطماطم او خلطت الطماطم يعني. هنعمل شويه محشي يا جماعه النهارده زي العسل، والله العظيم كانوا حبه محشي. عايزه اقول لكم يستاهلوا بقكم والله. طعمهم زي العسل وكانت ريحتهم بقى قلب الدنيا. وكان عندنا بطايه كده هي بسم الله ما شاء الله. تسلم يا رب ويخليها لي ست الكل، اللي ما نحرمش منها ابدا يا رب. كانت بعتها لي النهارده البطايه ديت. قلنا بقى نعملها على المحشي بقى يا جمال، بقى يا جمال المحشي بقى على شوربه البط، حاجه كده في منتهى الجمال. نزلت طبعا بشوح الطول زي ما انتم عارفين. مسكتها كنت غسلاها بقى ونقعها في ليمون وخل ودقيق وكمون وسفند. بقى احنا السفند والبرتقال كتير. وقمت بقى امسكي بقى سفندايه كده عندك كده تكون صغننه، او قشر السفند او قشر البرتقال، واغسلي بيه الطيور. الله على الجمال وعلى الريحه وعلى النظافه. هتاخدي شويه شوربه بقى، وهتاخدي احلى حبه شوربه ولا في زفاره نهائي 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 كده لاي طيور عامه يعني. لو ما فيش ليمون وغسلت بالسفندي او ببرتقال اللهم صل على النبي، حاجه كده طعمها وريحتها بتبقى زي العسل. ما يبقى فيش لا زفاره ولا في اي حاجه. وطبعا لما بيكونش فيها احنا ما بنبقاش يعني في يومين البرتقال والسفندي وكده، بنغسل طبعا بالليمون العادي بتاعنا برضو زي ما احنا عارفين. شوحتها تشويحه حلوه كده على البوتاجاز. طماطمتين، فصين توم، بصلايه حلوه متوسطه، شويه كمون وشويه فلفل او شويه ملح، ورقتين لورا لو عندك، وسيبها تتشوح في الخلطه الحلوه دي. طبعا عملت شويه رز بالشعريه. بص كنت عامله حبه رز صغنطتين خالص على حبه شعريه اهو، لان في عندي شباب بياكلش المحشي فقلت اعمل شويه رز بالشعريه كمان. وعملتهم وعلقت عليهم بسم الله ما شاء الله. طبعا كل حاجه يا جماعه جنب بعضها كده يعني. البوتاجاز شغال بقى، عين عليها السليق، عين عليها التسبيكه، عين عليها الرز.
وكل حاجه كده ايه جنب بعضها زي ما انتم شايفين. طبعا سلقت الكرنب بتاعي، اللهم صل على النبي. بصوا الجمال، بصوا ولا في ورقه مهريه ولا في ورقه اي حاجه خالص، كله سليم ومسلوق زي العسل قدامك اهو، الورقه بورقتها. طبعا بقطع اللهم صل وبارك على محمد، بقطع العرق بتاعها كده وبقطعها زي ما انت شايفه قدامك اهو، باسهل طريقه. نجيب شويه الخضره بقى الحلوين دول، كان عندي ما شاء الله. طبعا الخضره كتير الايام دي يا جماعه ما شاء الله. انا كنت جايبه ربطتين ب5 جنيه، اللهم صل على النبي. الربطه تجيلها 5 ربط. طبعا دي كانت رابطه واحده بس يا جماعه اهو ما شاء الله، واقل من رابطه كمان، لان انا كنت عاينه منها وكنت بستعمل منها طول الاسبوع، يعني كنت جايباها يوم السوق. بحطها في التلاجة كده وبستعمل منها بقى الكرنبية السلطه ولا اي حاجه. طبعا كنت عاينه بقى المحشي، عارفه ان اعمل محشي. قلت الخضره هتكفيني الاسبوع وتفوت كمان. غسلت بقى شويه رز حلوين كده على قد المحشي، وطبعا الخضره بتاعتي مسكتها نقيتها وغسلتها حلو طبعا الاول، وبعدين خرطتها على ايه، على الرز. وطبعا يا جماعه المحشي بيحب التوم جدا. إيه اللي بيقولك بقى يعني انا بعمل المحشي من غير توم؟ لا بصوا مش احسن حاجه والله، المحشي من غير التوم ما يبقاش له نفس نهائي. انا عن نفسي بحب المحشي بالتوم، وكل واحد طبعا وحسب راحته وحسب اللي بيحب اكله. قلبت بقى طبعا التوم كده، كنت فارمه حبه توم حلوين مع قرن شطه حراق سبايسي كده. وقمت ماسكه الخلطه بقى، ضربت الاول، قلبت الاول الخضره بالتومه بالفلفل مع الرز بشويه فلفل اسمر، وقمت نازله بالتسبيك. وقلبت التسبيكه والخلطه معاكي زي العسل قدامي كده، كانت حمرا وزي العسل. على فكره يا جماعه الاضاءه كمان ساعات بتبقى ظالمه التصوير والحاجه والله. اللي عند المحشي الخلطه كانت حمرا وكانت زي العسل. بدات بقى ان الف المحشي صوابع زي ما انتم شايفين كده، اللهم بارك ما شاء الله ما شاء الله. ما خدتش معايا وقت خالص. وفي الوقت بقى في الوقت ده كنت معلقه على البط على العين، وكنت ايه معلقه على رز الشعريه على العين. والمحشي بقى كنت بلفه اهو قدامكم اهو. والله المحشي يا جماعه ما بياخد معايا وقت خالص ما شاء الله. يمكن في ناس بتستصعبه جدا، انا بالنسبه لي المحشي ده سهل جدا. اي حاجه يعني ما شاء الله، الاكل ما بياخدش حاجه. طول ما انت واقفه كده وتسمي الله وتستغفري وتصلي على رسول الله، هتلاقي الحاجه البركه في بيتك، والبركه في ولادك، والبركه في اكلك وفي شربك، والبركه بتحل عليك في كل حاجه. اهم حاجه الصلاه على الرسول يا حبايب قلبي، بتفك الهم وبتفك الكرب وبتزود البركه وبتبارك لك في كل حاجه. ما ننساش الحته دي يعني. بدات بقى ان علقت على المحشي زي ما انتم شايفين. طبعا حطيت الشوربه، ولازم ايه ان الحركه بتاعت حله المحشي ديت لازم انا احركها كده، اسقي المحشي كله من الشوربه، ويدوبك الشوربه بس على اول صفه كده من المحشي. طبعا علقت عليها وسبتها ما شاء الله، اللهم بارك. البطه بتاعتي كانت استوت. هنسيبها بقى ايه، كنت في الوقت ده هحمرها يعني. إيه طبعا ده بريل انا كنت جايباه. هندبر امورنا بقى عشان نغسل شويه مواعين. طبعا البريل ده يا جماعه تحفه تحفه كده ما شاء الله. البريل ده كيلو منه ب10 جنيه بس، حلو جدا. يمكن بيقعد معايا بال10 ايام، بيكفيني 10 ايام. كيلو واحد بيكفيني بال10 ايام. ليه؟ لانه جميل قوي، بيرغي رغوته عاليه، وهو تقيل كده وحلو ما شاء الله ما شاء الله. بيرغي معايا وبينضف. مش في بريل رخيص ما بيعملش حاجه، مش هيكفي معاك يومين اتنين. ليه؟ لانه ما بيرغيش، هتحط منه كميه كتيره فبيرغيش. انما البريل دي بسم الله ما شاء الله عليه بيرغي وجميل ورغوته عاليه وبيكفيني زي ما قلت لك، بيكفيني بال10 ايام. الكيلو بيكفي معايا 10 ايام. طبعا كنت علقت بقى على الاكل وخلصت كل حاجه. قلنا بقى نروق المطبخ ونغسل شويه المواعين بتوعنا، مواعين المحشي بقى. وكان عندي كام طبق كده إيه مطرح المحشي، وكمان كام طبق كده في التلاجة طلعتهم. قلت بقى نغسل مواعيننا ونخلص حاجاتنا ونروق بيتنا كده، ايه تشطيب تشطيب سريع كده لحد ما المحشي والاكل بتاعنا يستوي، عشان ايه نحط الغدا بقى ونتغدى. ومش هيبقى فاضل غير مواعين الغدا سهله وبسيطه نغسلها بسرعه كمان. يوم كله سهل وبسيط، ويوم كله نشاط وبركة كده. ربنا يبارك لكم ويصلح حالكم يا رب، اللهم امين. ويوفقكم ويرزقكم الطيب والخير يا رب، ويهدينا اولادنا واولاد المسلمين اجمعين، اللهم امين يا رب. ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه يا رب، يا رب ترزق كل مشتاق بالذريه الصالحه، وترزق كل نفسه في حاجه يتحققها له يا رب، اللهم امين. وتصلح حاله وتبارك لنا في اولادنا وتصلح حالهم يا رب، اللهم امين. إيه زي ما انت شايفه غسلتهم بقى بسرعه بسرعه كده. وطبعا الحوض بتاعي بقى ما شاء الله مسكته غسلته خليته يبرق من نظافه. الحوض كده والسيراميك اللي حواليه وكل حاجه خليت بصي زي ما انت شايفه قدامك، والله كان بيبرق بيزيق كده من كتر النظافه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا الحوض بتاعك لازم أن يكون نضيف على طول وبيلمح كده وبيبرق زي ما انت شايفه اهو. تغسلي بقى في حاجه تغسلي، لازم الحوض ده بيتهيألي هو وش المطبخ عندي، لازم أن يكون الحوض بيبرق بيلمح كده. احس ان هو احس براحه نفسيه. لو الحوض بتاعي مش نضيف ومش بيبرق ويلمح كده، احس ان في حاجه ناقصه في المطبخ. طبعا اللهم صل على النبي. شايفين بقى المحشي وجماله، اللهم صل على النبي، حاجه تفتح النفس. تعالوا اتفضلوا معانا يا حبايب قلبي.
احلى اكله النهارده واحلى بطايه. كنت حمرت البطايه زي ما انتم شايفين اهيت ما شاء الله. وهنغرف بقى شويه شوربه. عايزه اقول لكم شويه الشوربه دولت ما شاء الله ما شاء الله طعمهم زي العسل. وادي الرز بشعريه كمان غرفته كده، عشان بقى ما حدش يبقى لي حجه، اللي مش عايز ياكل محشي ياكل رز بشعريه. لان عندي ساعات اما اعمل محشي يقول لي ما عملتلناش رز وبشعريه ليه. فانا قمت عامله ايه، اراضي كل الاطراف ما زعلش حد. وادي الشوربه بتاعتي كمان ما شاء الله، شوربه البط بقى ولا يعلى عليها. وطبعا الشوربه بقى مش برميها، بعينها بقى اعمل عليها شويه ملوخيه، اعمل عليها شويه باميه، اعمل عليها اي حاجه بتنفعني في حاجات كتير. وده الاكل بتاعنا زي ما انت شايفه. اللهم بارك اللهم بارك. شايفه صباع المحشي، شايفه الجمال، شايفه لونه من جوه عامل ازاي، والله خطير يا جماعه. إيه كده بكده النهارده يكون اليوم بتاعنا عدى والروتين يكون عدى، ورب اكون ضيفه خفيفه عليكم وعلى قلوبكم. وما تنسوش اختكم باللايك الحلو بتاعكم والصلاه على رسول الله في الكومنتات.